مرحبا بكم في حلقة جديدة من برنامجكم آخر ثمن. القطعة النادرة هي الرابط ما بين البايع والشاري، والقصة والقيمة حنا غادي نعاودوها لكم، وبقاو معنا. مرحبا. القطعة الأولى في هذه الحلقة جابتها ليلى من الدار البيضاء، وهي عبارة عن كحلة نتعرفوا معها على قيمتها وقصتها قبل ثمنها. أهلا ليلى ومرحبا بك معنا في برنامج آخر ثمن. ربي يخليك، شكرا. لاباس عليك؟ الحمد لله، ربي يخليك. كي دايرة؟ الحمد لله. لا خطيك. منين جيتي؟ كازا. مرحبا بنا ديال كازا. ربي يخليك. تقدري تقدمي لنا نفسك؟ الاسم ديالي عبيد ليلى، السن 45 سنه، كنسكن في مدينه الدار البيضاء. كتشتغلي؟ لا، انت جالسه في دارك؟ جالسه في الدار. مهنيه مع الوليدات، الدار والوليدات. الله يخليهم لك. ربة بيت وما شاء الله، هذيك احسن خدمه وخدمه صعيبه واخا كنتجاهلوها ياك. هذاك الشيء اللي كاين. جيتي وجبتي معاك هاد ماشي تحفه، هذيك كثار من تحفه ياك. لا جويو، شي حاجه اللي هي ثمينه وعزيزه على قلبي بزاف. سكتي. منين جبتي هذا الشيء هذا؟ المكحله ياك؟ المكحله هداتها ليا حماتي. هداتها ليا حماتي ملي ولدت الابن ديالي، هداتها ليا، قالت لي هذه راه ثمينه خليها لدوير الزمان. ملي سمعت بهذا البرنامج هذا قلت نجي نشوف الثمن ديالها شحال. بغيتي تعرفي القيمه ديالها ولا تبيعيها؟ نعرف بعدا القيمه ديالها وشنو كتسوى وشحال كتسوى. مزيان، برافو عليكم، مرحبا بك. هذا هو المرود. المرود. تفضلي يا لاله فوزيه، حنا غنسمعوا الخبيره شنو غتقول. تفضلي. الوغ هذه تحفه كتقول لاله ساميه، وقليله تري 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 غار. عندها على الاقل شي 40 سنه، ماشي قديمه بزاف، ولكن ثقيله تبارك الله. الذهب اللي فيها، حيت هذه كلها ذهب، وزايد فيها عندها خميسه في الراس ديال الروبي، كيعيطوا ليه الروبي دو فاس ديال فاس. الروبي ديال فاس. الروبي ديال فاس. وكتحل عندها جوج ديال الحوايج ديال السيكوريتي، كتحل من هنايا وكتحل من هنايا باش ما يضيعش هذا الكحول. دونك ابخي كنخرجوا هذا المرود كله ديال العاج. وهذا الحاجه العجيبه وهي هذه، ها فين كيكون الكحول. واسمح لي وعنده زيمغود، زيمغود وخامسه في الخميسه. كاين جوج خميسات، وحده فيها لو روبي والاخرى فيها ليمغود. غزاله وسورتو قليله ما كاينش منها زعما بزاف. يعني هذه هي بلاصه الكحول. هذيك بلاصه الكحول اللي خصها ترجع هنايا. كترجع تماك، كتسد هكا، كتورجكي وسدي بحال البويله ودورتها. فوالا صافي. وعاوتاني كتسد من هنا. كتسد كترد المرود. ودابا حليناها وسديناها ودوينا عليها. دابا قولنا شنو الاصل ديالها بعدا النقش اللي فيها؟ هذا النقش اللي فيها ديال الصويره. داكور. والذهب 18 كارا. الي بوانسوني. خصك تردي بالك، حيت هذه فيها على الاقل واحد 100 غرام ديال الذهب 18 كارا. 18 كارا لاله ليلى، تبارك الله. فوالا. دونك الثمن ديالها قول لك ولا ما نقولش؟ قولي لي، نبغي نعرف الثمن ديالها. الثمن ديالها شي 70,000 درهم على الاقل، ولا 75 ولا اكثر. ولان على الاحجار الكريمه فيها الحجار، فيها جوج شي. كاين ليمغود هنايا، وكاين الروبي هنايا جوج، وكاين الروبي الفاسي. تبارك الله. فوالا تهلاك فيك حماتك، تهلاي فيها. واش انت كنتي عارفه هذا الشيء عليها؟ كانت قالت لي بانها راه ديال الذهب، ولكن ما كنتش كنعرف بانها غتكون ساويه هذا الثمن هذا. ايوا، شنو هو الشعور ديالك دابا؟ الصراحه طيري بفرحه. فرحانه بزاف، وعرفت باني انا عزيزه. كون ما كنتش عزيزه ما غتهديهاش ليا. معزتك، تبارك الله عليك. ودابا ها هي الدواير الزمان كيف ما كنقولوا ياك. ها هي دابا عندك هاد المكحله دواير الزمان.
لا لا لا، الا كنقترح عليك تمشي لقاعة البيع باش تلاقى بالمشترين. عندك تما 4 تبارك الله عليهم، وعندك شويه مع البيع والشراء شويه. غادي يحاولوا الدخول في المزاد تما ويعطيوك ثمن. انت عندك فكره على الثمن؟ يا ربي تستحق اكثر. وانت غتشوفي داك الشيء عاد واش تبيعي ولا لا. هذاك الشيء اللي كاين. شكرا. تفضلي الباس ديالك. شكرا لا شكرا. مرحبا. بخليك. سلام لنا. الصراحه غادي نبيع هذيك التحفه لحقاش جابت لي ثمن ما كنتش كنتخيلو. ما كنتش انا عارفاها بانها كتسوى هذاك الثمن، وانا كنت حاطاها غير في الماريو. ملي جابت لي هذاك الثمن غنبيعها حيت غدير لي بزاف د الحوايج. السلام عليكم. وعليكم السلام. شنو الاسم ديالك؟ الاسم ديالي عبيد ليلى. منين جيتي؟ من الدار البيضاء. شنو جبتي لنا اليوم ليلى؟ جبت القرعه ديال الكحول، كنقولوا لها المكحله. مكحله ديال من هاد كانت هداتها لي حماتي الله يطول في عمرها. ملي ولدت الابن ديالي هداتها ليا، قالت لي بان هذا راه كتسوى الثمن، دايره شي حاجه اللي هي الثمن ديالها كثير. ما كنتش انا عارفه بانها كتسوى شي ثمن بحال هكا. وهي ذهب؟ هي ذهب مطبوعه. مطبوعه. شوف الله يخليك انت تعرف الذهب ما معروف الذهب. والسؤال الا كان الذهب شحال فيها في الوزن؟ شحال الوزن؟ عرفتي شحال فيها في الوزن ديالها؟ الوزن فيها تقريبا اكزاكت 100 غرام تقريبا ولا اكزاكت؟ لا 100 غرام. ترى الغرام عرفتي شنو راه غرام واحد راه تيغير. لا اكزاكت 100 غرام. 18 عيار. عيار 18. فهي مكحله فيها غوبي في اليديده اللي الفوق والعاج. غوبي دو فاز يقولوا له. وعلاش بغيتي تبيعيها؟ غتبقى محطوطه في الماريو، نبيعها باش ندير بها حوايج اخرين، نستافد منها وندير بها مسائل اخرى. هي مكحله زوينه، ما عمري ما شفت زعما مكحلات اون فيليغران وبالذهب. وفيها شنو؟ فيها الخميسه. هذه 100% مخدومه في اخر الخمسينات. ما قديماش بزاف هكا. واخا نحلوا المزاد على وداش. هو المزاد خصو ما تنظن انه خصو يبدا بالغراماج. 100 غرام. 100 غرام اكزاكت. تنسمي طون تكون فيها 100 غرام مضبوطه. ديما تكون ناقصه واحد 3 4 غرام بلوز او موان. قريب الحال ماشي مشكل. وراه 4 غرام الا درنا له غير 500 درهم. يلا نحل ب 10,000 درهم. لا اكثر لا خديجه. هاد البياسه هادي ما عمري شفت اختها. انا ما عمري صراحه ما عمري شفت اختها وعجبتني بزاف. انا غنعطيك فيها 35,000 درهم. لان غير الذهب ديالها يسوى اكثر من هذا الثمن هذا. انا غير حليت ولكن ماشي حتى الكاليتي ديال الذهب ديالها واللون ديالو تري رافيني من الطرز العالي، ماشي داك الذهب الصفر. فهمتي هذا عنده واحد اللون تقريبا ما يسمى بلو غوز بالفرنسيه، الذهب الفانيلي. دونك 35,000 درهم. 40,000 درهم. اوب 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 اوب. ما تخليوناش فين. اش قالت لاله عزيزه؟ فين وصلتوا؟ هذيك 40,000 درهم الصراحه تجي معاكم على كلاس ديالك هذيك. حق الله بحال اللي قال سي سالم لا كولور دو الذهب مزيونه بزاف. بزاف. انا جو دون 45,000. 45,000 تستاهلها. حتى لو روبي لي بيان طايي. تري تري زعما بيان في الوزن ديال الذهب. جايبه هذاك الوزن زعما واخا زعما نشري ولا الذهب توت فاسون. الذهب راه تيقول الشظايا راه كتباع 300-350 درهم، يعني لاكاس ديال الذهب باش لافون دوب وتعاود تفرج. ورفتوها انتم دابا رفتو اولا الغوبي. لا بعد سي لاكاس. الذهب القديم راه كيوصل ل 1000 1100 1200 درهم القديم. تنهضروا على 80 عام 90 عام 100 عام رجع اللور. باقي ما كاينش الطابع ديك الساعات لا دوان. انا زيتي ببركه. انا هذا هو جهدي. هذا ما قديماش. واش ما قديماش هذا الخمسينات. ما نظنش. انا نقول واحد 30 عام. لا اكثر 30 40 عام. اما لا قديمه ما يمكنش تكون هذه لا باتين ديالها وداك الشيء
تعطيك العربون ديالها. 48,000 درهم و500. اللي ما لقيتش هو الطابع ديالها. راه هما كاين عرفتي في الجنب كاين جوج ديال الطوابع. كاين ولكن ما عندناش العلوم باش نقراهم. 48,000 درهم و500. وهذه الحقيقه خصها تمشي عندك المتحف، هذه ماشي بياسه ماشي ديال البيع والشراء. قديمه ماشي قديمه جديده. هذه بياسه عرفتي شكون ديال شي مرا عشاقه وتبغي تحط فليساتها في واحد لوبجي ديال الذهب، لحقاش الذهب راه هو قال لك مال الله في الدنيا هو الذهب والفضه. دابا السي اديب تنصحني الا شريتها استثمار ما تضيعيش فيها. ما نضيعش فيها. 50,000 درهم. لا ليلى. نعم. مقنعك 50,000 درهم، اجي عفاك. بلاتي 55,000 درهم. رجعي لا رجعي. 56,000 درهم. 60,000 درهم. جو بونس 60,000 درهم سي ان بون بري. بلاتي رجعي لبلاصتك لا. راسي اديب بركه عليك ما تشري السي اديب. خلينا نديروا واحد الاستثمار. 61,000 درهم لاله. عجباتك 61,000 درهم؟ مزيانه. مرحبا. لا خديجه قول لها الله يربح. الله يربح. انا هاد الغوبي وهاد هذا. شكرا 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 لاله. انا تسبقوا على البيع والشراء. هاد الثمن اللي عطاوني مناسب ليا، ولو ان القيمه ديالها كبيره عندي في قلبي، ولكن الثمن بالنسبه ليا مناسب. نبيعها باش ندير بها مسائل اخرى، ندير بها شحال من حاجه وحاجه.